اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. النهارده هنعمل محتوى مختلف شويه، مش الجو التقليدي اللي احنا مثلا هناخد مطعم نعمل مقارنات ما بينه وما بين مطعم تاني وكده. احنا النهارده هنعمل سيتويشن اغلبنا مر بيها، الشلل بالذات. يعني مثلا لما تيجي تنزل وروح مطعم وليكن بتاع فرايد تشيكن، يجي صاحبنا يقول لنا انا اسف يا جماعه انا ما باكلش فراخ. طب تاكل ايه يا ابني؟ بحب اكل لحمه. طب احنا في مطعم فرايد تشيكن، يعني ازاي؟ انا دلوقتي هقوم بدور صاحب الرخم اللي بيطلب حاجه مش موجوده في تخصص المطعم. فاحنا النهارده هنطلب من مطاعم الفرايد تشيكن برجر لحمه، فعشان نشوف برضو مين احسن مطعم بتاع فرايد تشيكن بيقدم حاجه مش في تخصصه، وهنشوف برضو اذا كان هو هامل الموضوع دوت ولا شغال فيها كويس والجوده بتاعتها كويسه زي ما بيقدم المنتج الاساسي بتاعه الا وهو الفرايد تشيكن، اذا كانت بقى سندوتشات او قطع او ستريبس او ايا كانت. فخلينا نشوف الموضوع ده. فاحنا جبنا حاجه مشتركه بين المطاعم كلها الا وهي مشروم برجر، عشان يعني تكون المقارنه كلها شبه بعض. فاحنا جبنا 4 مطاعم. اول مطعم وهو بازوكا، هارت اتاك، وتشيكن تشيستر، واخر واحد معانا وهو كاركي. خلينا بقى نشوف اول اوردر وصل معانا وهو بازوكا هو اول واحد يوصل معانا، فاول واحد هنجربه عشان مع بال ما التانيين ما يجوا كده يعني ما يبردش معانا، مع اني اصلا حاسس اللي هو بارد اصلا. الحلو بقى في الموضوع ان التقديم تحسه بريميوم كده شويه، يعني بص ستيكر ومديلك باكج في ورق، كل ده على سندوتش، فاظن ان ديت يعني خدمه كويسه. خلينا نشيل بقى اللزقه ديت ونشوف محتويات الكيس دوت فيه. اول حاجه معانا وهي البرجر ومناديل، وهنا في شوكه مش عارف ليه، ودوت كاتشب، وغالبا هم بيعملوا الكاتشب بتاعهم او هم متعاقدين مع شركه بيعملوا لها كاتشب. حلو، خلينا بقى ايه نفتح كده ونشوف البرجر بتاعنا. بازوكا اول واحد يوصل معانا، بس للاسف ما لقيناش عنده مشروم برجر، فطلبنا من عنده حاجه اسمها اباتشي برجر. هو بيكون عباره عن، استنى كده نشوف، بيكون عباره عن برجر مشوي، مايونيز، خيار مخلل، خس، بصل، شريحه جبنه، طماطم، روز بيف، واصابع جبنه موتزاريلا. بما انه هو اول واحد يوصل معانا فهنجربه لحد ما الباقي ما يوصل. يلا كده بينا، بسم الله. اللحمه سمكها كويس، لو كنت طلبته صراحه دبل كان الموضوع هيبقى كبير قوي، هيبقى ميسي اكتر. يعني حوار الصوصات حاسس ان هو يعني مش حاطط صوصات كتير، يعني هي بصوا لحسه مايونيز، شريحه الجبنه حتى مش موجوده يعني، وبرده لحسه جبنه، والروز بيف حاطط شريحه واحده. يعني هو بالنسبه لسعره الصراحه المفروض كان يكتر اكتر في الحوارات دي. يعني حاسس ان الساندوتش ناشف قوي، حتى العيش برده مش طازه اكتر حاجه. هو بص اللحمه عجباني كده كده، الساندوتش اصلا بارد، مش حاسس ان دوت يستاهل المبلغ اللي احنا صرفناه، اللي انا كده كده بحطه لكم اول ما الساندوتش ما بيطلع. ممكن اثبت لكم السعر هنا لو انتوا حابين، يعني عشان الكام ثانيه اللي بيطلع فيهم دول يعني ما يضيعش منكم يعني كده. لا يستحق الصراحه، يعني ممكن يكون عندهم حاجات احسن من كده، بس دوت مش موفق. يعني في الحلقه ديت مش هيبقى فيه تقييمات، هيبقى فيه ترتيبات، فنستنى بقى لحد ما الاوردر التاني ما يجي ونحط دوت كده على جنب. وتاني مطعم وصل معانا وهو هارت اتاك. يعني سبحان الله الاثنين منافسين وصلوا ورا بعض، وغالبا برضو هم بيعملوا نفس الحوار، اللي هم اصلا جايين من القاهره على اسكندريه. او بالنسبه برضو للحاجات اللي انا احب اوضحها، بس خدمه العملاء بتاعت بازوكا احلى بكتير من خدمه هارت اتاك. اول حاجه بازوكا عامل ابلكيشن، الاوردر بتاعك ما بتضطرش انك تقعد تشرحه لخدمه العملاء او للشخص اللي قاعد على التليفون بياخد منك الاوردر. تالت حاجه كول سنتر بتاعهم، اوكي اخرني شويه على الهولد حرفيا، يعني قال لي يا فندم حضرتك 1 2 3 وحضرتك طلبت وبتاع، والاوردر خلاص فاضل له 5 دقائق بالكتير ويكون عندك. بدأت حاجه كويسه. خدمه العملاء بقى بتاعت هارت اتاك قعدني بتاع 5 دقائق على الهولد، وفي الاخر يعني هو الفرع يعتبر جنب البيت، بيقول لي التوصيل 40 جنيه. فبقول له طب ليه؟ قال لي يا فندم هو كده، فاضطريت ان انا اطلبه من طلبات ب 15 جنيه توصيل. في فرق رهيب الصراحه ما بين الاثنين. وغالبا بازوكا يعني لما طلبت من الابلكيشن ما حطليش مصاريف توصيل، فديت نقطه زياده لبازوكا. خلينا بقى نخش على هارت اتاك اللي هو عامل نفس الحكايه برضو، حاطط لك لزقه والكيس برضو ورق وبتاع كده. فهل بقى حاطط بقى نفس الشوكه والمعلقه والجلافز والمنديل والكلام دوت كله؟ خلينا نشوف. ادي البرجر تقريبا
هو بيقلدوا او الاتنين بيقلدوا بعض بالظبط. هنا برضو عامل كاتشب حاطط عليه اسمه، ومدي برضو منديل وجلافز وشوكه، والبرجر برضو متغلف بورقه برضو نفس التاني. خلينا نشيل ديت كده. ده كده بقى دخلنا في البرجرز العاديه اللي هي اللي احنا طلبناها بالمشروم، باقي المطاعم جايين بيه. هو انا عامه شايف حاجه مختلفه تماما الا وهي العيش. يعني هنا العيش مختلف تماما عن اللي احنا شفناه في بازوكا. يعني خليني كده اجيب لكم بازوكا. بصوا العيش هنا وبص العيش هنا، لا في اختلاف رهيب ما بين العيش. هل بقى هيطلع طازه ولا لا؟ نشوف. ونشوف مكونات برجر المشروم اللي احنا جايبينه دوت. عامه اسمه بريف هارت. ده مكوناته برجر مع شرائح المشروم، صوص الجبنه مميز، صوص هارت اتاكل مميز مع خس وخيار مخلل وطماطم وفلفل هالبينو. فخلينا ندوق كده. يلا بينا بسم الله. هنا بقى ظهرت لي مشاكل الدنيا كلها. حلو، قطعة اللحمة أصغر من بازوكا، وشوية المشروم اللي حطيتهم من فوق دول هو حرفيا يعني في نص الساندوتش. الحواف كلها مش واصل لها مشروم أصلا. الجبنة يعني لحسة جبنه كده بسيطه حاططها على الوش. وبالنسبه للفلفل فهو حاطط حرفيا يعني 3 قطع بس. يعني اظن ان في مطاعم تانية بالمبلغ دوت ممكن اجيب منها سندوتش، يعني مش عارف اقول لك ازاي يعني، بس يكون متغرق بقى صوصات ومتغرق مشروم ومتغرق كل حاجه. يعني انت مش رخيص. فانا عامه برضو ما وصلتش للمشروم، ولو وصلت للمشروم انا محتاج اوصل لنص السندوتش. فخلينا نجرب قطمه تانية على اساس ان احنا نوصل للمشروم بقى وكده. ده لو وصلنا له اصلا. حلو، يلا بينا بسم الله. سيء لاقصى درجه. يعني اول حاجه العيش مش طازه وفرول معايا، وتاني حاجه العيش اصلا اتقسم من تحت، المشروم مش كتير، صوص الجبنه مش كتير، مكوناته فقيره جدا وسعره غالي جدا بالنسبه للمحتوى اللي بيقدمه. ما اظنش الصراحه اللي انا حبيته. انا كنت شايف الصراحه في الاول العيش بقى شكله حلو وبتاع وكده، لكن هو اصلا عيش بايت. نخش بقى على الساندوتش اللي بعده. والساندوتش اللي بعده معانا وهو كركي. يعني طبعا انتوا ملاحظين الاختلاف ما بين طريقه التقديم. انا الصراحه مش عارف هو ايه ده، كميه دبابيس كتير الصراحه. ايه ده يا اكسبنسيف، ايه ده يا اكسبنسيف. برجر و2 كاتشب. الحوار ده الصراحه مش عاجبني اللي هو جايبهولي في كيس، يعني نظرا لان باقي المطاعم مقدماهم في كيس ورق بقى والباكج وشكله حلو وبتاع. انا قلت ماشي يعني جوه هيبقى في علبه، انما ما تديهوليش كده. يعني انت حرفيا انت حاطه في ورقه، حاتفه في كيسه ومدبس الكيسه ومدبس كل حاجه في الكيسه. انا لقيت ديت متدبسه جوه. مش حركه لطيفه الصراحه من المطعم اللي هو يعملها. حتى لو انا طالب مثلا اوردر واحد، يعني هو الاوردر ده مش رخيص مثلا، ده مش ب 30 جنيه مثلا، انت تقوم حاطه في كيسه ويلا يابا عبي ووديه للعميل. اقلهم الصراحه في الباكجينج. اتمنى ان طعمه يكون احسن من التقديم اللي احنا شفناه ده. طبعا انتم ملاحظين من نبره صوتي اللي انا اتقفلت من الموضوع دوت، مع اني كنت جايبه في تاني حلقه تقريبا اعملها على القناه، وكان اخد المركز التاني تقريبا في الفرايد تشيكن بعد البركه. فانا الصراحه مش عارف هو ليه يعمل حاجه شبه كده. فخلينا نفتح. احنا ما لقيناش سندوتش لحمه عادي، بس لقينا عنده سماش برجر بالمشروم، فقلنا نجيبه نجربه بما ان هو حاجه جديده بالمنيو، مش كل الناس لسه جربته، فقلنا ايه يعني نجربه بالمره. خلينا برضو نشوف محتوياته ايه. شريحتين لحمه ورانش، خيار ومشروم فريش وبصل مكرمل وجبنه كريمي. هو السندوتش ميسي شويه وتحس ان هو مليان لايرز وطبقات كتير، واحسن الصراحه من البرجرز اللي احنا شفناها في المطعمين اللي فاتوا. بس هل طعمه هيغفر له عن الباكجينج والطريقه اللي هو قدمها لي بيها ديت؟ هنشوف. ده بقى بما ان هو ميسي فهنضطر ان احنا نطلع الجلافز. تمام، جهزنا الجلافزات. هو متغرق الصراحه وشكله لطيف جدا. وحوار ان هو بيحط قطعتين بالسعر دوت ديت حاجه حلوه برضو، لان اغلب السماش برجر بيستهبلوا الصراحه في السعر. يعني ايه برجر ب 170 جنيه عشان تحط لي شريحتين برجر مفعوصين؟ فديت هتكون اول مره اجرب فيها السماش برجر من مطعم فرايد تشيكن. فخلينا نشوف بقى طعمه هيبقى عامل ازاي. يلا بينا بسم الله. صوص الرانش الصراحه حاسه غريب شويه، لان في صوص كريمي كده في النص، والمشروم الصراحه هو مغرقه مشروم. لكن بصوا هو مغرقه مشروم. العيش الصراحه مش بايت وحلو، تحس اللي هو مدهون زبده كده. طعم اللحمه رهيب، جبنه كريمي طعمها حلو، احييه فعلا. يعني هو بوظ لي الاكسبكتيشنز في الاول، اللي هو هيطلع في الاخر برجر اي كلام وبتاع، بعد كده هوبا قام موديني في حته ثانيه خالص، اللي هو لا هو جامد. باي ذا واي برضو فكره الحلقه ديت كانت من صديق عزيز ليا شويه، فهو قال لي طب ما تجرب حاجه مختلفه. يعني بدل ما انت بتجيب مطعم فراخ بتجيب فراخ، طب ما تجيب من الفراخ لحمه. فمن هنا
هنا بدات فكره الحلقه. وبرده الحلقه اللي فاتت كنتوا انتوا اللي محددينها المتابعين على القناه، وبجد احب اشكر الناس اللي شاركت في التصويت اللي انا كنت حاطه في المجموعه بتاعه القناه، واختاروا اللي هم كانوا عايزين حاجه جديده. صراحه انا قدمت لهم حاجه جديده، بس المايك كان ساعتها كان في مشكله وبتاع، فتحس ان الصوت كان مكتوم سيكه كده، وعالجت يعني الموضوع دوت. انتوا لو حابين انكم تشاركوا مثلا في الحلقه الجايه او غيره، فانا بحط زي تصويت كده برده على الانستجرام، وبحطه برده في مجموعه القناه، فاللي حابب يخش هنا يختار واللي حابب يخش هناك يختار، فعشان يكون في تفاعل كده ما بيننا. وبجد احب اشكر ال 500 سبسكرايبر اللي موجودين على القناه دلوقتي. انا فاكر من ايام لما كنا 3 سبسكرايبر اللي هم اخويا وابويا وامي يعني، فدي حاجه كويسه ان شاء الله نوصل لل1000. فخلينا بقى نرجع للموضوع الاساسي، الا وهو ان البرجر بتاع كركي لحد دلوقتي احسن واحد جاء في الحلقه. حلو، فخلينا نشيل دوت ونخش على اخر مطعم معانا اللي هو اكتر مطعم اتاخر فيهم، الا وهو تشيكن تشيستر. هو اوكي، اللي ما يعرفش تشيكن تشيستر، هو كان طالع بحمله دعائيه من فتره قريبه بيحاول يدس فيها ماكدونالدز. اول ما اسعار ماكدونالدز نطت في السماء، فهو قاعد يقول لك اللي احنا ايه ارخص، احنا احلى، احنا مش عارف ايه، وقام حاطط اليافطه قدام المحل بتاعه، وقاعد يقول لك الكلاون ومش الكلاون والسعاده الحقيقيه والكلام دوت كله. وكان فاتح كمان مطعمه جنب ماكدونالدز، جنبيه بكام شارع كده. قلنا نجربوه لان هو برده بيقدم برجر لحمه، فخلينا بقى ايه نجرب نشوف هل هو فعلا قد الضجه اللي هو كان عاملها ديت ولا فيستك. نشوف برده محتويات البوكس. هو برده هنا مدبسه مليون تدبيسه. يا جماعه حوار الدبابيس ده الصراحه مش نافع يعني. افرض دبوس دخل في الاكل او شبك في منديل، يعني بلاش، يعني خليك شبه الناس التانيين اللي لك بلزقه. خلصت. ادي البرجر ومناديل وجلوفز وكاتشب. هو هنا مش حاططهم في كيسه واحده شبه الباقيين. حلو، خلينا بقى ايه نفتح كده ونشوف. هو البرجر جاي تلج. خلينا برده نشوف مكوناته. بيف برجر، مايونيز، خيار مخلل، بصل، مشروم، وايت صوص. هو برده شكله ميسي شويه، فخلينا نشوف البرجر من جوه. ايه ده هو حاطط مشروم كتير، بس هو المشروم لونه فاتح قوي ليه كده، يعني هو ممكن حاطط لك مشروم فريش. فخلينا ندوق. يلا بينا، بسم الله. هو بص، حوار المشروم الفريش دوت هو حلو يعني، بس انا مش متعود عليه قوي. صوص الوايت صوص مش حاسس بيه برضو. اكتشفت ليه بقى اللي انا مش حاسس بيه، لان هو قليل اصلا في الساندوتش. يعني انا كنت مستنيه اللي هو يزود لي صوص اكتر، وبما انه ارخصهم الصراحه فانا ما كنتش متوقع منه اللي هو مثلا يكون بالطعم ده. حلو، هو طعمه حلو، بس حاسس ان هو اصغرهم كحجما، اصغرهم كحته لحمه، وكطعم حاسس اللي هو بيزك سيكا، يعني ما فيهوش صوصات كتير، ما فيهوش حوارات كتير، بس فيه مشروم كتير، ودوت الصراحه الحاجه الوحيده اللي تغفر له يعني. فخلينا كده نجرب قطمه تانية. بص، احنا ممكن نقول هو برجر بالمشروم بس، يعني هو لا فيه بصل ولا فيه خس، بس بالنسبه لسعره هو ارخص واحد فيهم، فبالنسبه لحجمه، بالنسبه لطعمه، بالنسبه لكل الكلام دوت مش حاسه برضو الصراحه. بس الصراحه كميه المشروم تغفر له عن الحاجات اللي ناقصه ديت كلها. فخلينا بقى ايه نجيبهم كلهم ونشوف مين كان احسن واحد معانا. خلينا بقى ايه نقول كل واحد كان ايه الحلو اللي فيه وايه المشاكل اللي فيه. اول واحد بازوكا، هو جالنا بسرعه. طعم اللحمه بتاعته غنيه كده شويه، لكن ناشف قوي، ما فيهوش اي صوصات. تاني واحد وهو هارت اتاك، برضو نفس مشكله العيش، ان العيش مش طازه، وهو اصلا اتقسم نصين وانا باكل ساندوتش، وكميه المشروم مش كتير خالص. هنا كركي، هو الصراحه يعني هو كان تالت واحد يجي معانا، وهو ادفى واحد فيهم، يعني هو لسه محافظ على السخونيه بتاعته. والبرجر ميسي جدا، مليان صوصات، ودوت اللي انا كنت محتاجه الصراحه في البرجر. المشروم فيه متغرق من اوله لاخره، طعم الصوصات باين كده وليه طعم جامد قوي. واخر واحد معانا وهو تشيكن تشيستر، وهو يعتبر اصغرهم وارخصهم، والصوص اللي فيه اللي هو الوايت صوص هو ملوش طعم تقريبا، والكميه المشروم لا الصراحه يعني كميه مشروم كبيره تحترم. فخلينا كده ايه نرتبهم من الاول للاخير. اول واحد معانا وهو كركي، تاني واحد معانا وهو تشيكن تشيستر، تالت واحد معانا وهو بازوكا، واخر مطعم هارت اتاك. فاحنا دلوقتي عرفنا لو احنا خارجين في خروجه واخدين معانا صاحبنا الرخم اللي عايز ياكل لحمه واحنا عايزين ناكل فراخ، عرفنا هنوديه لفين وهياكل وهيستمتع، وانتوا كمان ممكن تستمتعوا بالموضوع دوت. وبس، هي دي كانت حلقتنا النهارده. لو حبيتوا موضوع الحلقه بتاع النهارده اللي هو صاحبنا الرخم، ممكن نعمل منها سلسله ونكمل بقى في سلسله صاحبنا الرخم اللي بيحب يطلب حاجات مش في المطعم، ونشوف مثلا مطاعم مش تخصصها هل هيكون مثلا عامل ازاي، هل هتقدم الحاجه نفس الكواليتي اللي احنا شفناها ولا بكواليتي احسن ولا بكواليتي اقل، على اساس برضو صاحبنا الرخم ما يتضايقش. وديت برضو نهايه حلقتنا النهارده. لو حبيت الحلقه ما تنساش
لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا برضو على الانستجرام عشان برضو تعرف لو هننزل حاجه جديده وكده فانت تكون جزء منها. وبس كده، يلا سلام.